ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل السمك البلطي مع بعض. طبعا لناس كتير قوي بتحبه، بس قبل ما ابدا الفيديو بحب اشكر كل اللي دخل واشترك في القناه، واي حد بيكتب لي كومنت حلو انا بشكره بجد. هو اكيد بيفرحني بالكومنتات الجميله دي. واول حاجه هعملها هوريكم السمك. ده شكل السمك اهو، بصوا اهو زي الفل كده. ودي الخلطه اللي انا هعمل بيها السمك. بص انا كنت ناقعاه بقاله ساعتين بالملح، وبعد كده رحت غسله برضو كده كويس قوي من الملح عشان ما يبقاش مالح. ودي الخلطة اللي هعمل بيها السمك: توم مهروس وملح بكمون وفلفل اخضر، ونخلطهم كويس قوي مع بعض. طبعا عشان كنت شايلة التوم لوحده فقطعت قرن فلفل عليه، وضفت عليه الملح بكمون عشان كنت لسه مطلعه التوم من الفريزر. اهو زي ما احنا شايفين كده. هبتدي احيق بقى السمك. الاول هرشله ملح من بره اهو زي ما احنا شايفين كده، بس هوزعه كويس قوي مع بعض عشان الملح يجي في كل سمكية. وخلاص كده اهو. هبتدي احيق السمك واحدة واحدة. وعشان السمك بتاعنا يطلع حايق من جوه ومن بره لازم ننقعه حوالي على الاقل ساعتين بالملح الابيض. طبعا الملح بيشيل اي زفورة، وفي نفس الوقت بيحيقه من جوه ومن بره. ولازم يا بنات السمك البلطي ده بالذات يتاكل اول ما تجيبيه، يعني ما ينفعش تشيليه يومين 3 في الفريزر. طعمه اكيد بيتغير، مش بيبقى زي اول يوم. فعلى ايه احنا نجيبه ونعمله على طول، مش لازم نركنه في الفريزر. بصوا هحيق التانية اهو، هحيق السمك كله بنفس الطريقة. طبعا انا بعد ما رشيت له ملح من بره، بس رشيت بالمقدار كده المظبوط، ما كترتش الملح عشان انا طبعا كنت نقعاه، فرشيت له ملح بسيط كده بالتقدير، بالاحساس يعني، عشان ما يبقاش برضو مالح قوي. كتري بقى من الفلفل الاخضر، بجد في السمك بيديله طعم جميل. اهو بصوا كله هعمله بنفس الطريقة. هعمله بالطريقة العادية جدا، بس بيطلع طعمه ما شاء الله جميل. وخلاص انا هخلص الكمية كلها اهو بنفس الطريقة. لازم يا بنات اوزع التوم حلو قوي في السمكية عشان كلها كده متحيقة، تبقى متحيقة كويس. والسمك المشروح ده بيبقى حلو قوي في القلية. هو اسمه كده سمك فيليه. وجبت الدقيق دلوقتي وهتبله فيه. طبعا هو متحيق كله قبل ما احطه في الدقيق، يا دوب بس انا هضغط عليه ضغطتين كده حلوين عشان الدقيق يمسك فيه، عشان ياخد طبقة حلوة كده من الدقيق. بصوا زي ما احنا شايفين كده، ونفضه كده بالراحة. وحطيته في الزيت، واول ما ياخد لون من الجنب اللي حطيته عليه هبتدي اقلبه. وخلاص قلبته اهو. السمك المكرونه ده بقى ان شاء الله هنعمله فيديو لوحده. بس كده، وهبتدي اطلع السمكية استوت.
بصوا لونها جميل ازاي. خلاص كده هطلع التانية. اهو بصوا شكل السمك بعد ما طلعته، بجد شكله جميل وطعمه طبعا روعة. وحطيت تاني حط اهو. بس بعد ما خد لون هبتدي اقلبه. خلاص انا بقعد اقلب فيها بنات، عشان الناحية اللي ما استوتش بحطها تاني في الزيت. بس شلت اللي استوت، اما اللي لسه شوية بصبر عليها. وده شكل السمك اهو. وعملت جنبي طبق الرز، بجد شكله جميل يا بنات. بصوا شكله حلو قوي. بتمنى طريقة السمك تكون عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو حطوا اللايك واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. وبتمنى منكم اللي لسه ما اشتركش يشترك في القناة، ان شاء الله القناة تعجبكم.